ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده يوم جديد ومعاكم توته مطبخ حلو حادق. النهارده هنعمل العظمه دي كلها، والعظمه لله وحده طبعا. هنعمل الكايزر الجميل ده بحشواته، جد جميل 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 جميل، وهنعمله بأقل التكاليف. يلا بينا نبتدي الفيديو. قبل ما نبتدي اعملوا لنا اشتراك واعملوا لنا لايك، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. لو اول مره تشوفونا اكتبوا لنا كومنت قمر زيكم كده. يلا بينا نبتدي. دلوقتي معانا كيلو دقيق، حوالي 5 كوبايات اهو بالشكل ده. ومعايا كوباية مية دافية وكوباية لبن. معايا 3 معالق كبار زيت نباتي، يعني زيت عادي خالص. ومعايا 3 معالق كبار خميرة، انا حطهم على بعض عشان اختبر الخميرة. ومعانا كوباية زبداية صغيرة، زبداية يعني زبادي، كوباية صغنونة. ومعايا نص معلقة صغيرة محسن كيك، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. دول مهمين جدا. يلا بينا نبتدي دلوقتي. بس عشان نختبر الخميرة هنعمل ايه؟ هنحط شوية مية دافيين، يعني حوالي نص كوباية صغيرة دافية. بص يوم ما تلاقيها تعمل كده هنسيبهم بقى ايه على جنب، ملناش دعوة بيهم. هنسيبهم مع بعض اللي هما يعملوا الاختبار بتاع الخميرة. هنعجن بقى ده اللي مع بعض. كوبايتين دي هنزل الكوباية التالتة كده. 5 كوبايات، اللهم صل على النبي. هننزل بتاعنا 3 معالق كبار زيت. بصي اختبار الخميرة بتاعنا بعمل ازاي، كده تعرفي ان الخميرة بتاعتك سليمة 100%. هننزل بقى دلوقتي بالزبادي، زبادي صغيرة. بصي اقعدي اعملي كده، بس ايه، خلي كله مع بعضه يتكتل كده شوية. هننزل بالنص معلقة صغيرة محسن كيك او محسن خبز، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. هننزل الخميرة بتاعتنا. خميرة قلنا قد ايه؟ خميرة كبيرة، خميرة و3 معالق سكر. يعني انت لو هتعملي نص دقيق اعملي قد ايه؟ يعني هتعملي نص دي مثلا اعملي نص معلقة ونص كبار، وهكذا. هننزل بقى باللبن بتاعنا. معانا كوباية لبن دافي. ليه بنعمله دافي؟ علشان العجينة بتاعتك تتعجن معاكي بسهولة، وفي نفس الوقت متبقاش مكتلة، متحتاجيش ليها مية كتير، متحتاجيش ليها دقيق كتير، وهكذا. وهنحط بقى مية دافية. بصي هعجنها بقى دلوقتي، هنشوف لو محتاجة مية تانية هنحط. هعجنها بقى وارجع لكم تاني. دلوقتي هنقعد نعمل كده. بصي هي ابتدت اهو، اللي هي تتعجن وتبقى جميلة. دي الريحة، انا بحب ريحة العجينة قوي، ريحة تحفة. ودايما كانت والدتي تقولي تعرفي العجينة بتاعتك حلوة او لأ من ريحتها، من ريحتها ومن الخميرة بتاعتها تبقى مظبوطة. وتشم ريحة كده تعرفي هل الخميرة بتاعتك مظبوطة فعلا ولا لا. بجد جميلة قوي قوي قوي. هكمل بقى عجن فيها، ولو احتاجتي برضو دي وانت بتعجني حطي. لكن انا بتاعتي مش محتاجة اي، بصي مش محتاجة مية ولا محتاجة اي حاجة. ممكن احط لها بس رشة دقيق، احط بالمعالق، يعني معلقة معلقة. وده شكلها بعد ما عجنتها بجد جميلة قوي. بصي لما تحطي صباعك فيها كده بتلاقي اللي هي مش ماسكة في صباعك، جميلة قوي 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 قوي. دلوقتي هنسيبها حوالي 20 دقيقة بالظبط. بعد كده هنرجع بعد ال20 دقيقة. ده شكلها بعد ما قعدت حوالي تلت ساعة.
بالظبط جميله قوي 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 قوي. انت لو عايزه تقعديها اقل من تلت ساعه قعديها، بس اهم حاجه يعني ما تزيدش، يعني ما تقلش عن 10 دقايق. دلوقتي بقى هنكور عشان نعمل الكايزر القمر بتاعنا والفينو. نعملها زي سرة كده، بصي تلفيها حوالين ده اهو، نقوم قافلينه كده اهو. الشكل الجميل ده. هنهبط بقى، نحطه في الصينية. نكمل بقى بقية الكمية بتاعتي، نعمل واحدة تاني مع بعض. زي ما اتفقنا نعملها على انها صورة صغنونة كده، هي زي ما كانوا بيقولوا زمان صورة من الدنانير من الدنانير، ويقعدوا يقولوا مش عارفة ايه كده. هي هنعملها بالشكل الجميل ده. هي كانوا عاملينها كده. نحطها بقى، نحطها في الصينية واكمل بقية الكمية وارجع لك تاني. بعد ما كورتهم زي ما كورناهم مع بعض وبططتهم، هسيبهم بقى يتخمروا بقى 5 دقايق بالظبط. هنسيبهم يتخمروا. شغل النار. معلقة سكر صغيرة بعد ما سيبناه 5 دقايق. ومعانا اللبن بتاعنا. هنقلبه كويس قوي. هنحط معاه صفار بيضايه. انا بحب احط البيضايه كامله، انت ممكن تحطي الصفار بس. هنحط رشه يعني فانيليا او رشه فلفل اسود. انا هحط رشه فلفل اسود او فلفل ابيض المتوفر عندك. هندهن بقى كله. دلوقتي هحطها بقى في الفرن بعد ما دهنتها كلها كده بالشكل الجميل ده. انت ممكن تستبدلي البضايه بكيس نسكافيه او بقهوه سريعه الذوبان. دلوقتي هنحطها بقى فين؟ هنحطه في الفرن من تحت، يعني هنقربه من الشعلة من تحت. انما الشواية هنشغل الاول الشعلة، اول ما نلاقيه احمر من تحت هنشغل الشواية. الكايزر الجميل بعد ما خلصته حشيته بفراخ القمر اللي هي فراخ الكنتاكي اللي انا عملتها في الفيديو اللي قبل ده. بجد الريحة هتجنني بجد، وجميلة قوي قوي قوي. عملت صوص التومية القمر ده بألف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.